السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم بقى بالفرخة بتاعتنا دي مشوية في البيت، طبق سلطة جميل جنبيها، ما شاء الله عليها، احسن من بتاعت المحلات برا وانضف. بس اهم حاجة انكم تتبلوها من الليل عشان تدي الشكل الحلو ده والطعم اللي زي بتاع المحلات برا بالظبط. مش هتفرق عن بتاع المحلات بالظبط برا. لا، كان طعمها جميل جدا، نفس الشكل كده. وهي اصلا الفرخة كيلو ونص، ما فيش غيرها، فرخة صغيرة خالص. بصوا يا جمال يا جمال الفرخة، ما شاء الله، طعمها كان عسل. وطبق السلطة كان جميل جدا جدا معاها. هي دي طبعا كانت أكلتنا النهاردة، حاجة حلوة كده وحاجة نظيفة. وست البيت النظيفة عاملاها ببيتها، حاجة نظيفة، ما تعملش أي حاجة برا، ما تدفعش 30 جنيه 40 جنيه تروح تعمل بحاجة برا. وأتمنى اللي أول مرة يشوف القناة بتاعتي طبعا ما ينسينيش باللايك والاشتراك في القناة والتعليقات بتاعتكم الحلوة الجميلة. ويلا بينا تعالوا أقول لكم إزاي الفرخة دي معمولة بطريقة ست البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة معانا فرخة مفيش غيرها، لا فقط لا غير. أنا طبعا جوزي جابها لي امبارح في الليل وخري خالص. فأنا غسلتها ونضفتها وعملت التتبيلة بتاعتنا دي. التتبيلة دي شايفينها حمرا ازاي وايه سبب الحمار بتاعها؟ بس حتة البنجر اللي مخليها حمرا كده. في يعني حتة البنجر، فين البنجراية؟ بسم الله، ندعبس على البنجراية. بصوا، حتة البنجراية دي هي اللي خلت الفرخة دي الطماطم دي حمرا كده. بصوا انا حطوها طبعا في الخلاط معاها، وحطيت حتة تاني كده. هو طبعا كل اللي فيها نزل، بس فيه برضو تاني لا نزل اهو. بصوا، في الاول خالص قبل ما تقطعوا تعملوا كده كانت تعمل، ممكن تبشروها، ممكن تخلوها. طبعا وفايد البنجر جميلة خالص طبعا. وطبعا هي سر الخطوة النهاردة اللي انا حطيت البنجرية دي وخلت معانا حمراء ازاي. انا طبعا تبلتها من الليل، غسلتها حلو وتبلتها، ولما كانش في وقت يعني اللي انا اصور معاكم. بصوا شايفين التتبيلة حمراء ازاي؟ بصوا ما شاء الله، بصوا حمراء حمراء جدا جدا. هجرب الكاميرا خالص. نصلي على رسول الله. انا طبعا هدخلها في الشوايه زي ما هي صاحيه كده بخيرها، بلحمها وشحمها، بلحمها وشحمها زي ما هي كده. هكتفها طبعا، هكتفها كده وكده. اهو دي اجيب دي هنا كده، بس طبعا مش هينفع عشان ماسكه الموبايل بيدي. اجيب دي كده ودي كده طبعا، وهبتدي اكتفها. تمام، وهحطها في الفرن وهوريها لكم. يبقى الاكله بتاعتنا النهارده هي ايه؟ الفرخه دي فقط لا غير. مش هعمل اي حاجة، هي دي بس اللي هنتغدى بيها. مش هعمل اي حاجة خالص تاني. ممكن يعني ربنا يفرجها اعمل اي حاجة، ما غير كده انا اللي شايفاه قدامي لحد دلوقتي مش هعمل اي حاجة غير الفرخة دي. تمام. وهي الحلقة بتاعتنا النهاردة بتتكلم على الفرخة دي. هقول لكم بقى التتبيلة دي انا عملتها بيها. التتبيلة دي طبعا انا ايدي نظيفة، كل ست بيت طبعا ايدها نظيفة، مش محتاجة اي كلام. التتبيلة دي أنا عملت فصين توم، وعملت بصلتين، وعملت 4 طماطميات. أنا طبعا أنا مش عاملة الفرخة دي بس، أنا عاملة 3. أنا عاملة 3 فرخات على هذا الطريقة. ماشي. وورق لولو ومسكتة وحبهان وفلفل أسمر وملح وفلفل سخن كده حار يعني أخضر كده، حتة صغير كده حطيتها. وحطيتها بقى في التتبيلة كلهم مع بعض من الليل. تمام. بس هي الحلقة بتاعتنا النهاردة بتتكلم على دي بس. تمام، عشان تبقوا عارفين وفاهمين. انا كده بقى هحطها في الفرن. طبعا انا كترت عليكم الكلام واتمنى كده الفيديو يعجبكم ان شاء الله والطريقة تعجبكم. واللي يعجب الطريقة طبعا ما ينسينيش باللايك والاشتراك في القناة والتعليقات بتاعتكم كتير 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 كتير، عشان انا بحبها جدا جدا جدا. ماشي.
يلا انا كده بقى دلوقتي الساعة 10، انا هحطها على النار في الشواية على السيخ تلف في البوتاجاز عشان تاخد راحتها وتطيب راحتها عقبال العيال ما يجوا من الامتحانات. يلا بمناسبة الامتحان عايزاكم تدعوا لي العيال يا رب ربنا ينجحهم يا رب ويقف معاهم ولاد الحرام. محمد في أولى إعدادي وعيسى في سنة خامسة أزهر، ومحمد برضو أولى إعدادي أزهر وخامسة برضو أزهر عيسى. عايزاكم تدعوا لهم كده إن شاء الله لربنا ينجحهم ويقف معاهم ولاد الحلال يا رب. ما تنسوش أهم حتة. رجعنا تاني مع بعض، ادينا حطيتها في السيخ اهو زي ما انتم شايفينها. بص انا حطيت حبة زيت من عليها كده عشان هي تديها لمعة اهو. بصوا ادي البولة بتاعت الزيت فيها، حطيت حبة زيت كده من على الوش، حطيت حبة زيت من على الوش عشان تديها لمعة كده وحلوة يعني وتدينا يعني ريحة حلوة. بس انا كان عندي مخلة فمسكتها كده ورحت عاملاها كده بالشكل ده عشان بس ما تفلتش مني وكده، وادي كتفتها طبعا بالشكل ده ودي احطها في الفرن. تمام انا دلوقتي حطها في الفرن الساعة 10، انا هخليها ساعة ساعة ونص ساعتين عشان تطيب وتبقى معانا وتبقى زي الفل وناكلها كده تبقى نسحب منها نسرة نسرة بس. تمام انا كده بقى هحطها في الفرن وهوريها لكم. بصوا ادي كده بقى منظر الفرخه. بص انا حشت كل اللي في الفرن ما خلتش فيه اي حاجه، بس هحط دي اهو، دي اللي بتحمي اي حاجه بتنزل على اللي بصي يعني. انا لما احط دي بص الريحه دي والدخان دي مش هتبقى، بص هي بتلف اهي. تمام اي حاجه كده هتنزل هنا، هتنزل على الصاجه دي مش هتنزل على البوتاجاز نفسه. تمام انا حايشه كل حاجه منضفاها وهشغل المروحه. لا ادي المروحه هشغلها كده يبقى انا مشغله الشوايه. انا كده بقى اديني شغلت المروحه عشان تديها كده جو نقي حلو جوه عندها وتبقى حلوه ان شاء الله وجميله وهتعجبها. بص الفرخه ابتدت تنزل معاها، وادي الفرخه معانا بتلف في الشوايه. تمام وحطها في النص. ابتدي بقى اخلع دي كده ملهاش اي لازمه، ماشي دي بس بمسكها بس عشان انا ما تلسحش فيها مش اكتر. تمام بس انا مخليها بتلف بطيء مش عاملاها على الزرار السريع، انا عاملاها بتلف بطيء خالص عشان تاخد راحتها تقعد براحتها زي ما تقعد عادي. انا مش عاوزاها خالص دلوقتي، انا لسه بدري اصلا على الغدا، انا عاملاها الساعه 10 الصبح عشان تقعد معايا لحد الظهر في الفرن وتطيب وتبقى حلوه وتبقى تمام. تمام وادي كده بقى الفرخه بتاعتنا طابت، وادي مولع الشوايه من فوق وادي النار طبعا من تحت، وادي اهي كده الفرخه بتاعتنا. بصوا بدي اللون الجميل جميل جميل ما شاء الله طبعا بألف هنا للي هياكلها وألف هنا طبعا اللي هيجرب نفس الطريقه دي. اهم حاجه الفرخه تبيت في التتبيله يا جماعه، اهم حاجه ايه هي التتبيله بتاعتنا. اقولها تاني 3 طماطميات وفصين توم وكمون وكزبرة وحبة فلفل أسمر وحبهان وكل ده وحبة زيت وكل ده يتضرب مع بعض في الخلاط. وأهم حاجة اللي برضو يعني كل ده بيتوها طبعا لتاني يوم في التلاجة. تمام وبعد كده هنيجي قبل ما ندخلها الفرن اللي هي أهم خطوة لازم تدهنوها الزيت من بره عشان تدي اللون الحلو طبعا. ماشي وادي كده كانت معانا النهارده الفرخه بتاعتنا بنفس الطريقه دي كده، وبقى كده انا هقدمها معاكم. واللي عجبه الفيديو ما ينسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وادي كده طبعا الفرخه دي زي ما انتم شايفين طلعتها من الشوايه ولسه ما حشتهاش، قلت احشها معاكم بده كل ده اللي احنا حاطينه. وهفك طبعا كل ده اهو كده، وهنفك التانية بنفس الاسلوب
وإيه ده عملت معايا طبق سلطة. وإيدي كده أهي الفرخة، بصوا حتة واحدة. أنا طبعا سبتها لما بردت، أنا كده طبعا سبتها لما بردت أهو، بصوا من جوه ومن بره وزي الفل. وادي الفرخة المشوية اللي الناس الحريم الخايبة اللي بتروح تدفع 20 جنيه 30 جنيه عشان خاطر تحمر فرخة مشوية بره. بصوا جميلة جمال عسل كده تحفة. وطبق السلطة برضو جميل جدا. بصوا ادي السلطة اهي جميلة جدا جدا بكل مكوناتها طبعا. وادي كده الفرخة بتاعتنا، وهبتدي اوريها لكم طبعا من جوه. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها اهي. بصوا الله اكبر، بصوا جميلة جدا جدا. ولحمها الله طعمها جميل متفرقش خالص والله العظيم عن بتاعت بره. وادي الفرخة تمسكوها كده حتة واحدة بسم الله ما شاء الله. وادي كده بقى كانت الفرخة بتاعتنا النهاردة. وادي الأكلة اهي، وأكلة بسيطة كل حاجة موجودة في البيت، ما جبتش أي حاجة من بره غير يا دوبها هي الفراخ. طبعا وكل حاجة بنشتريها من بره بس بتبقى يعني في وسط السبوع كده لازم نعمل حاجات زي كده. وادي بقى كده كانت الأكلة بتاعتنا النهاردة. ويا رب كده الفيديو يعجبكم طبعا، وما تنسونوش باللايك اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وعيسى بيقول لكم ما تنسوش اللايك. ماشي يا حبايبي، باي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.